كان يلقي الخبز في النهر للأسماك، ولم يكن يعلم أنها ستنقذ حياته يوما ما. كان هناك في بغداد في سوق مشهور محل خباز يعرف بعلي. كان هذا الخباز يعمل طوال اليوم، يخبز الخبز والنان في التنور، ويستخدم المال الذي يكسبه لإعالة أسرته. كان علي إنسانا طيب القلب ورحيما، وعندما يطلب منه أي فقير الخبز كان يعطيه مجانا. كانت عادته اليومية أن يرمي أي خبز محترق أو دقيق متبق في النهر القريب، وعندما كان يطعم الأسماك كان يشعر بسعادة غريبة. في أحد الأيام جاء تاجر إلى علي واشترى بعض النان. بعد الشراء قال التاجر: أنت تبدو إنسانا طيبا، لذلك فكرت في مساعدتك. أنت تعمل طوال اليوم وتكسب بالكاد ما يكفي للعيش. أبحث عن إنسان طيب لأوظفه، ومن أوظفه لن يحتاج إلى العمل لمدة 40 يوما، وبعد ذلك سيكون عليه القيام بعمل لمدة 2 ساعات فقط. سأدفع له 50 قطعة ذهبية شهريا. أعجب علي بعرض التاجر، لأنه كان يكسب فقط 5 قطع ذهبية في الشهر، لذا وافق على جميع شروط التاجر وبدأ العمل معه. في الأيام الأولى لم يطلب التاجر من علي أي عمل، لكن في الليلة التي تلت اليوم 40 قال التاجر: صديقي، اليوم علينا أن نعمل، هل أنت مستعد؟ رد علي: نعم، أنا مستعد، لكن ماذا علينا أن نفعل؟ قال التاجر: في الإسطبل يوجد حصان مربوط، وبقربه يوجد كيس، أحضره لي. ذهب علي إلى الإسطبل ورأى الحصان والكيس، وتساءل عن طبيعة العمل، لكنه حمل الكيس وذهب به إلى التاجر. قال التاجر: عظيم، الآن علينا الذهاب إلى قمة الجبل قرب النهر. علي كما تأمر. وعندما وصلوا إلى قمة الجبل قال التاجر: قف هنا وأخرج الكيس. فعل علي كما قيل له. قال التاجر: افتح الكيس، سيكون فيه جلد بقرة. أخرجه علي وشعر بالخوف، لكنه أخرج الجلد. قال التاجر: أريد أن أرى كم هو كبير، لذا عليك أن تدخل فيه. ارتعب علي، لكنه اضطر للدخول، وبمجرد دخوله ربطه التاجر بالجلد. أخرجه علي وشعر بالخوف، لكنه أخرج الجلد. قال التاجر: أريد أن أرى كم هو كبير، لذا عليك أن تدخل فيه. ارتعب علي، لكنه اضطر للدخول، وبمجرد دخوله ربطه التاجر بالجلد وبدأ يضحك. بعد قليل جاءت طيور كبيرة وأخذت علي إلى قمة الجبل. هناك بدأت الطيور تمزق الجلد، مما جعل عليا يخرج منه. كان وحيدا في قمة الجبل وبدأ بالصراخ. فجأة سمع صوتا يقول: لا تصرخ، إذا كنت تريد النزول سأخبرك بالطريقة، لكن عليك أن تقوم بعمل لي أولا. كان الصوت هو صوت التاجر. قال علي: سأقوم بعملك، لكن من فضلك أخبرني كيف أنزل. قال التاجر: عليك أن تنظر إلى يمينك، هناك كهف فيه كنز من الأحجار الكريمة، ألقها إلى أسفل، وعندما يمتلئ الكيس ستحصل على مكافأة وسأخبرك بالطريقة. دخل علي الكهف ورأى الكنز، لكنه رأى أيضا عظاما بشرية. شعر بالخوف، لكنه بدأ في إلقاء الأحجار الكريمة إلى أسفل. كان التاجر في الأسفل يجمع الكنز، وعندما طلب علي أن ينزل قال له التاجر: أنت غبي، لا يوجد طريق للنزول، مصيرك سيكون مثل هؤلاء. شعر علي بالندم وبدأ يبكي، ثم قرر أن يقفز في النهر بدلا من الموت جوعا. قفز، وعندما سقط تعرفت عليه الأسماك وتركته. نجا علي وعاد إلى منزله. بعد شهر رأى علي التاجر مرة أخرى في السوق. قرر أن ينتقم، فغير مظهره وذهب إلى التاجر قائلا: أريد العمل معك. لم يتعرف عليه التاجر، وأعطاه 50 قطعة ذهبية. في اليوم 40 قال التاجر: أحضر الكيس من الإسطبل. فعل علي ذلك، ثم قال التاجر: افتح الكيس، سيكون فيه جلد بقرة. رد علي: أرجوك دعني أتعلم كيف أفعل ذلك، إذا كنت تستطيع فادخل أولا لأتعلم منك. وافق التاجر، وبدون تردد دخل في جلد البقرة، لكن علي كان قد أعد خطة. بمجرد أن دخل التاجر قام علي بسرعة بربط الجلد بإحكام. بدأ التاجر بالصراخ، لكن علي كان قد أعد نفسه لهذا الموقف. قال له: أنت الآن في مكاني،
والآن سأريك كيف يكون الشعور عندما تخدع الآخرين.